أهلا بيك في فيلم على فرازة. لو أول مرة تتابع المسلسل معانا فهو بيتكلم عن كاتب روايات جريمة مشهور اسمه كاسل، بيساعد محققة شرطة اسمها كيت بيكيت على حل لغز جرائم القتل الغامضة والمعقدة. تبدأ الحلقة بجثة واحدة في ملابسها الداخلية ومربوطة بكلبشات جلد في حديقة عامة وجسمها متغرق بالكراميل. وما بيكونش في مع الضحية أي إثبات هوية، وكل اللي بيقدروا يوصلوا له هو إن الكلبشات الجلد مصنوعة يدويا من نوع فاخر، وبيكون على رجلها علامات كأنها كانت مربوطة بحاجة. وزمن الوفاة بين الساعة 10 و11 مساء امبارح، وسبب الوفاة هو الخنق. وبيكون في مسرح الجريمة علامات لعجل شنطة سفر كبيرة، والجثة بتكون متورمة بسبب إنها كانت في وضعية الجنين لفترة طويلة، وأكيد هي كانت محطوطة جوه شنطة السفر. بعد كده بيعملوا حصر لعدد المحلات اللي بتصنع النوع ده من الكلبشات اللي بيستخدم في العلاقات الجنسية، وبيتواصلوا معاهم وبيقدروا يلاقوا المحل اللي صنعهم. وبتروح كت وكسل عند باري صاحب المحل، وفعلا بيتعرف على الكلبشات اللي معاهم، وبيعرفوا ان اللي اشتراهم منه واحد اسمه تايلر بينتون من 6 شهور. ولما جاله المحل كان معاه حبيبته، ولما وروا له صورة الضحية عرفهم إن هي دي اللي كانت مع تايلر. وبيستدعوا تايلر للتحقيق، وبيكون هو المشتبه فيه الأول في القضية. والبنت اللي اتقتلت بيطلع اسمها جيسيكا مارجوليس، وهي حبيبة تايلر وكانوا ناويين يتجوزوا. بس بتكون عنده حجة غياب لأنه كان طول اليوم امبارح في المستشفى لأنه بيدرس في كلية الطب. وكيت بتوري له كلبشات، وبيكون هو فعلا اللي اشتراهم لجيسيكا، بس ما كانوش بيستخدموهم لأن الكلبشات دي كانت تذكار بمناسبة الأبحاث بتاعتها. وبيحكي تايلر إن جيسيكا كانت بتعمل أبحاث عن تحليل نفسي للأشخاص المهووسين بالعلاقات الغير شرعية وبيوت الدعارة، وبتعمل تحليل للأسباب اللي ورا كده. وهو ما كانش موافق على موضوع البحث بتاعها، بس ما كانش عايز يزعلها بإنه يرفض. وبيقول إن جيسيكا فضلت على مدار شهور تقابل ناس من اللي بتعمل عنهم البحث عشان تقدر تفهم سلوكهم، وبيكون شاكك إن حد من الناس دول هو اللي قتلها. وكيت بتعرف منه إن جيسيكا كانت حاطة الكلبشات دي في شقتها اللي ساكنة فيها هي وصاحبتها. وبيروحوا يقابلوا دانيال صاحبة جيسيكا من أول سنة في الدراسة، وكانت منهارة من العياط عليها لأنهم يعتبروا زي الإخوات وكانوا متعلقين ببعض جدا. بس ما بتكونش عارفة مكان الكلبشات، وبتقول إن جيسيكا ورتهم لها أول ما تايلر جابهم لها بس من زمان. وبتكون آخر مرة شافت فيها جيسيكا امبارح الصبح، ولما دانيال رجعت الشقة امبارح بالليل حوالي الساعة 10 كانت جيسيكا لسه ما جاتش. فهي فكرت إن جيسيكا لسه في الجامعة بتشتغل على البحث بتاعها، وما بتكونش عارفة أي حاجة عن موضوع البحث لأن جيسيكا كانت كتومة جدا بخصوص الموضوع ده، وكل حاجة عن البحث كانت بتسيبها في الكلية. وبيلاحظوا ان غرفة جيسيكا في الشقة مترتبة ومفيش عليها اي اثر انها جت هنا امبارح، ومفيش اثار مثلا لخناقة حصلت هنا. وبيقابلوا المشرف على بحث جيسيكا، وبيأكد لهم انها ما جاتش هنا امبارح خالص. وبيعرفوا منه ان جيسيكا كانت بتاخد معلوماتها عن البحث من واحدة اسمها فينوم بتشتغل في الدعارة. وبعدها بيقابلوا بنت من اللي بيعملوا ابحاث في الجامعة اسمها كيلي، وبيجيبوا امين المكتبة عشان يفتح لهم درج جيسيكا. وجيسيكا كانت حاطة كل حاجة عن البحث بتاعها في درج مقفول بمفتاح لأنها كانت مشتركة في مسابقة على منحة دراسية كبيرة جدا. وطبعا في طلاب تانيين مشتركين في المسابقة برضه، زي مثلا كيلي هي كمان مشتركة. وجيسيكا ما كانتش عايزة أي حد من المنافسين يعرف معلومات عن البحث بتاعها. وبيجي طالب تاني اسمه مات مشترك برضه في المسابقة، وبيكلم كيلي بسخرية على طريقة موت جيسيكا، وهو بيكونش واخد باله من وجود الشرطة. وكيت وكاسل بياخدوا بالهم على طول ان مات مش مجرد منافس في المسابقة، ده واضح جدا انه بيكره جيسيكا وحتى كمان بيستخف بالبحث بتاعها. وبيعرفوا من كيلي ان في الفترة اللي فاتت كان بيجي لجيسيكا مكالمات من رقم غريب، واللي بيتصل بيها كل اللي بيعمله انه بيطلع صوت انفاس مزعج عشان يضايقها. وبياخدوا ملفات البحث بتاع جيسيكا، وفي الاسم بيقرأوا ملاحظات جيسيكا، وبتكون عارفة كل حاجة عن زباين فينوم اللي بتشتغل في الدعارة كأنها موجودة معاهم. وبيفكروا انه ممكن يكون حد من زباين فينوم عرف ان جيسيكا بتدرس الحالات بتاعتهم فتعصب بسبب كده وقرر يقتلها. وبيحاولوا يوصلوا للشخص اللي كان بيتصل بجيسيكا وهي في الجامعة، بس مش بيوصلوا لنتيجة لأن الشخص ده كان بيتصل الأول بسنترال الجامعة اللي بيحولوا بعدها لتليفون مكتب جيسيكا. وبيوصلوا لسجل مكالمات جيسيكا، وبيعرفوا إن اليوم اللي اتقتلت فيه اتصلت الصبح برقم متسجل باسم منزل واحدة اسمها إريا. ولما بحثوا عنه طلع إنه بيت للدعارة وأكيد فينوم شغالة هناك. وبيروحوا يقابلوا إريا صاحبة المكان، وبيطلبوا يتكلموا مع فينوم بخصوص موت جيسيكا الباحثة اللي كانت بتتابع كل زباين فينوم. وإريا ما بتكونش عارفة أي حاجة عن موضوع جيسيكا وعن البحث، فكانت بتوري لها صورة جيسيكا، والمفاجأة إن بتطلع جيسيكا هي فينوم. وده بيفسر العلامات اللي كانت على رجلها بسبب لبس وأدوات الشغل. وبيعرفوا من إريا إن جيسيكا كان عندها شغل هنا امبارح ومشيت الساعة 7:30 مساء. وإريا ما بتكونش عارفة خالص إن جيسيكا أصلا جت تشتغل في المكان هنا عشان تلاقي نماذج واقعية وسهلة لدراستها في البحث بتاعها. وبتعرفهم إن جيسيكا بدأت تشتغل هنا من 6 شهور وبقى ليها زباين منتظمين. وكيت بتطلب منها قائمة بزباين جيسيكا، بس إريا بترفض عشان سرية العملاء وسمعة المكان طالما كيت معهاش أمر قضائي، وبتكون فاهمة القانون كويس لأنها زمان كانت شريكة في مكتب محاماة. وهما خارجين بتقابلهم واحدة من اللي شغالين في المكان اسمها سازفر، وبتحكي لهم إن من أسبوع زبون جديد جال جيسيكا هنا، بس خرج من غرفتها بعد كام دقيقة وبعدها شافت جيسيكا بتعيط. والشخص ده كان لابس هدوم زي بتاعة الدكاترة، لكن ساسفر ما شافتوش غير من ظهره. فبيفكروا على طول في تايلر انه اكتشف حقيقة جيسيكا وان هو اللي قتلها.
وبيقبضوا على تايلر، وفي التحقيق بيتفاجئ من حقيقة جيسيكا وبينكر تماما إنه ليه أي علاقة بموتها. وكرد على اتهام كيت إنه عارف حقيقة جيسيكا فقام قتلها، بيقول إن هو وجيسيكا مضوا عقد الشقة اللي هيقعدوا فيها مع بعض من 3 أيام، فلو كان فعلا عارف حقيقتها وعايز يقتلها هيمضي معاها العقد ليه؟ وبعد كده بيفضلوا كلهم يفكروا في حل للقضية بعد ما تأكدوا من كلام تايلر عن موضوع العقد. وكاسل بيفتكر إن في ملاحظات جيسيكا ذكرت إن في حالة من الحالات خايفة إنها تصارح الطرف التاني إنها هتسيبه وإنهم ما عادوش هيتقابلوا، لأن الطرف التاني بقى معتمد على الطرف الأول بشكل كبير جدا. وبيفكروا إنها كانت تقصد نفسها بالطرف الأول، وإن تايلر حبيبها هو الطرف التاني اللي هي عايزة تسيبه، وإن هو ما عجبوش موضوع الانفصال فقام قتلها. وبيطلبوا مراجعة كاميرات المستشفى ليلة وفاة جيسيكا عشان يتأكدوا إن كان تايلر فعلا بريء ولا لأ. وتاني يوم بيكونوا تأكدوا إن تايلر ما سابش المستشفى في الليلة اللي اتقتلت فيها جيسيكا، وما بيكونش عندهم أي تفسير ليه جيسيكا كانت مختفية من الساعة 7:30 بعد ما مشيت من عند إيرينا لغاية ما تم قتلها. وريان وإسبوسيتو بيكونوا قرأوا كل ملاحظات جيسيكا، ولقوا إن واحد من زباينها اسمه الرمزي سام آي مذكور في الملاحظات إنه قال قبل كده إن فينوم لازم تتعاقب وتتربط وتتغرق في الكراميل، وكده بقى عندهم مشتبه فيه قوي، وبسبب كده يقدروا يجيبوا أمر قضائي عشان ياخدوا قائمة زباين جيسيكا من إيريا. وفعلا بيعملوا كده وبيقبضوا على الشخص ده وبيطلع اسمه ويليام، وهو نائب رئيس شركة محاماة عالمية. وكيت بتواجهه بعلاقته بجيسيكا أو فينوم، وبتفاجئ إن جيسيكا كانت بتسجل كل جلساتهم. ولما كيت بتواجهه بموضوع تهديده لفينوم بيدافع عن نفسه إن ده كان مجرد خيالات وانفعال لحظي مش أكتر، بس هو ما قتلهاش. هو أصلا ما كانش يعرف إنها ماتت، ووارد جدا يكون أي حد شاف الملاحظات بتاعتها وقتلها بالطريقة دي مخصوص عشان يلبسه هو في الجريمة. ولما بيعرف تاريخ وفاتها بيقول لهم إن اليوم اللي اتقتلت فيه كان موجود مع مراته في الذكرى السنوية لجوازهم. وبعدها بيتأكدوا فعلا من صحة كلامه، وكده ما قدامهمش غير حل واحد للغز ده، وهو إن في حد عارف بطريقة ما يوصل لملاحظات جيسيكا. لو وصلت لحد هنا والفيديو عجبك اعمل لايك لأن ده بيدعمنا جدا وبيساعد في انتشار الفيديو. وبيروحوا اسبوسيتو ورايان لمكان إيريا عشان يحققوا مع البنات اللي بيشتغلوا هناك ويعرفوا إن كان حد منهم يعرف حاجة عن شغل جيسيكا، ومحدش بيكون عارف أي حاجة عن شغل التاني عشان السرية. بس بيوصلوا لطرف خيط، واحدة من اللي شغالين هناك بتقول إن احتمال تكون جيسيكا كانت بتاخد زباين المكان وبتشتغل بره لحسابها. وبتروح كات وكاسل الجامعة وبيقابلوا كيلي، وبيكونوا شاكين إن ممكن تكون كيلي هي اللي عرفت توصل للبحث بتاع جيسيكا بحكم إنهم بيشتغلوا في نفس المكتب. وكيلي بتأكد لهم إنها ولا مرة اطلعت على حاجة تخص بحث جيسيكا، وهي أصلا كانت كتومة جدا. وكمان ليلة موت جيسيكا كانت كيلي موجودة مع أهلها في مدينة تانية. وكاسل بيفكر إن ممكن يكون حد تاني دخل المكتب من ورا جيسيكا وكيلي. وكيلي افتكرت إنها الأسبوع اللي فات ادت لمات مفتاحها لأنه قال لها إنه نسى ورق ليه في المكتب. وبيشوفوا ملف مات وبيلاقوا صورة ليه وهو في المستشفى وبيبشر البحث بتاعه، وكان لابس هدوم زي الدكاترة. وبيفهموا إنه قدر يفتح درج المكتب اللي فيه بحث جيسيكا، وإن هو اللي راح لجيسيكا في المكان اللي بتشتغل فيه عند إيريا. وبيتقبض عليه بتهمة قتل جيسيكا. وفي التحقيق بينكر طبعا إنه فتح الدرج بتاع جيسيكا، بس كيت بتضايق عليه الخناق وبتوري له سجل مكالماته. وبيطلع إنه اتصل بسنترال الجامعة في نفس الأوقات اللي المكالمات المزعجة كانت بتيجي لجيسيكا، فهو بيكذب وبيقول لها إنه كان بس بيهزر معاها. وبيقولوا له طب بالنسبة لزيارتك لجيسيكا في مكان شغلها كان برضه هزار، وبيضغطوا عليه عشان يعترف. وبيقولوا أنت وجيسيكا كنتوا منافسين لبعض وأنت كنت عايز تشيلها من طريقك، ففتحت درج مكتبها واطلعت على البحث بتاعها عشان تلاقي حاجة تبعدها بيها عن طريقك. ومات بيتعصب وبيعترف إنه فعلا عمل كده، وبيكون مبرره بإن البحث بتاعه مهم وهو اللي يستحق المنحة من الجامعة، وإن بحث جيسيكا ملوش أي أهمية. وبيقول له إنه لما قرأ بحثها أخد منه نسخة وكان شايف إنه كله كلام فاضي، وراح المكان اللي بتشتغل فيه فينوم عشان يتأكد بنفسه. وهناك اتفاجئ إن فينوم هي جيسيكا، وكده الموضوع جاله على الطبطاب ووصل لحاجة يبتزها بيها، وهددها إنه هيفضحها لو ما خرجتش من المسابقة. ومات اعترف لأن مهما واجه من جرائم تهديد أو اقتحام لممتلكات جيسيكا فمش هتكون زي جريمة القتل. وبيعرفهم إن فعلا جيسيكا انسحبت من المسابقة قبل ما تتقتل بيوم واحد، وبعتت له نسخة من إيميل الانسحاب اللي بعتته للجنة المسابقة، وهو ودالها النسخة اللي أخدها من بحثها على شقتها تاني يوم. بعد كده كيت بيتأكد فعلا إن جيسيكا انسحبت من المسابقة، وبالتالي وارد فعلا يكون مات صادق إنه ما قتلهاش لأنها خلاص انسحبت. واسبوسيتو وريان بيوصلوا وبيكونوا بحثوا في موضوع ان جيسيكا كانت بتقابل زباين بره المكان لحسابها، وده ممكن يفسر الفراغ اللي في التوقيت من ساعه ما خرجت من عند إيريا لغايه ما تم قتلها. بس ملقوش اي دليل، لا مكالمات تليفون ولا فلوس في حسابها ولا اي ايميلات. ودلوقتي في سؤال محتاجين اجابته، فين الابحاث اللي مات وداها شقه جيسيكا؟ وبيروحوا شقه جيسيكا يسالوا دانيال صاحبتها واللي ما بتكونش عارفه اي حاجه عن الورق اللي بيتكلموا عنه. وكيت بتسالها ان كانت لاحظت اي حاجه غريبه لما رجعت الشقه يوم وفاه جيسيكا، ودانيال افتكرت انها لقت كاس عصير فيه روج احمر، ونوع الروج ده مش بتاعها ولا بتاع جيسيكا، ففكرت ان جيسيكا كان عندها ضيوف وبتوري لهم الكاس لانها كانت لسه ما غسلتوش. وبيطلع ان ده نفس لون الروج اللي إيريا كانت حاطاه لما راحوا لها. وبيقبضوا على إيريا وبيواجهوها بالكاس ده، وان سهل جدا يثبتوا ان دي اثار شفايفها هي.
وكمان هم فتشوا في سجلات مواقف عربيات التاكسي اللي في المبنى اللي فيه قرية، وعرفوا إنها ركبت تاكسي ووصلتها لشقة جيسيكا في اليوم اللي اتقتلت فيه الساعة 9 بالليل. وبيحاولوا يضغطوا عليها عشان تعترف بإنها عرفت حقيقة جيسيكا وبموضوع البحث، وإنها كانت ممكن تدمر سمعة المكان فتخلصت منها. وقرية بتكون هادية جدا وبترفض تتكلم معاهم غير في وجود المحامي بتاعها. وأسبسيتو وريان بيكونوا فحصوا غرفة جيسيكا تاني واكتشفوا إنها اتنضفت كويس بمسحيق التنظيف، وأكيد قرية هي اللي عملت كده، وهي اللي أخفت نسخة الأبحاث اللي مات بعتها على الشقة في اليوم ده. كمان لقوا آثار لعاب على واحدة من المخدات، وبيفهموا إن اللعاب ده طبعا بتاع جيسيكا، وإن المخدة دي هي اللي قرية خانقت بيها جيسيكا وقتلتها بيها. وكده بيكونوا خلاص قفلوا ملف القضية ومستنيين اعتراف قرية، لكن لما كاسل بيروح بيته ما بيكونش مقتنع وبيفضل يفكر في الموضوع. وبيرجع الاسم تاني وبيقول لهم مين اللي غسل كيس المخدة؟ انتوا لقيتوا آثار لعاب على المخدة، طب الكيس بتاع المخدة نفسه ليه ما لقيتوش عليه حاجة؟ بيفكر هو بكيت إن أكيد اللي قتل جيسيكا هو طبعا اللي غسل الكيس، بس إيريا ما كانش عندها وقت للتنظيف والغسيل. هي وصلت الشقة الساعة 9 ودانيال صاحبة جيسيكا وصلت الشقة الساعة 10، يعني لو إيريا هي اللي قتلت فما فيش عندها وقت تغسل وتنظف. وكمان ليه ما غسلتش الكاس اللي شربت فيه أو على الأقل ترميه؟ بس اللي عندها وقت تقتل جيسيكا وتغسل وتنظف المكان كله هي دانيال. وبيروحوا لدانيال وبيواجهوها بالحقيقة، وطبعا هي بتنكر فبيضغطوا عليها بالكلام، وبيقولوا لها على الكلام اللي جيسيكا كانت كاتباه في ملاحظاتها عن موضوع ان الشخص الاول خايف ان الشخص التاني ما يتقبلش فكره انه يسيبه، وان جيسيكا كانت قصدها الكلام ده عن نفسها هي ودانيال، لان دانيال بقت متعلقه جدا بجيسيكا اكتر من اللازم، وما كانتش هتقبل فكره ان جيسيكا تسيبها وتتجوز تايلر وتعيش معاه في شقتهم الجديده. وبيفضلوا يضغطوا عليها في الكلام لغايه ما دانيال بتفقد اعصابها وتعيط، وبتقول ان جيسيكا ما كانش ينفع تكتب عنها الكلام ده، هي وجيسيكا كانوا اكتر من اخوات، وما كانش ينفع ان جيسيكا تسيبها. واللي حصل ان جيسيكا في اليوم ده قالت لدانيال انها هتنقل من الشقه وهتسيبها، وانها هتتجوز تايلر وهتعيش معاه. بس الكلام احتد بينهم وتعصبوا على بعض، فقامت دانيال زقتها عشان تسكت، وجيسيكا وقعت وراسها اتخبطت وفضلت تزعق لدانيال وتشتمها، بس دانيال فقدت اعصابها وكانت عايزه جيسيكا تسكت، فمسكت المخده وفضلت تخنقها بيها لحد ما ماتت. وبتقول لهم انها ما كانش قصدها تقتلها، هي كل اللي كانت عايزاه انها ما تسيبهاش. وبعدها حطت جثه جيسيكا في شنطه سفر وسابتها في الحديقه العامه. بعد كده كيت بتبلغ منتجمر مديرها باللي حصل، وبتعرفه ان دانيال عملت جثه جيسيكا بالطريقه اللي اتذكرت في البحث بتاعها، اللي هي طريقه الكلبشات والكراميلا، عشان تبعد الشبهات عنها وان الاتهام يروح لزباين جيسيكا في الشغل. اما اريا فقالت انها فعلا راحت لجيسيكا شقتها عشان تتاكد من موضوع انها بتاخد الزباين بره المكان، وحذرتها انها لو بتعمل كده فلازم تبطل، وسابتها ومشيت. واما مات زميل جيسيكا اتطرد من المسابقه ومش هياخد المنحه بسبب اللي عمله. وكده خلصت الحلقه. لو الفيديو عجبك اعمل لايك لان ده بيدعمنا جدا وبيساعد ان الفيديو يوصل لمشاهدين اكتر، واشترك وفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل الحلقات الجايه. سلام.